هذا هو محمد السكاكي اللي معروف بمول الكاسكيطة، يوتيوبر وناشط على مواقع التواصل الاجتماعي. من بعد قل من 6 شهور على الخروج ديالو من الحبس اللي دوز على النصب والاحتيال والابتزاز، شدوه البوليس السطات في 30 نوفمبر 2019 على فيديو كان حطو في يوتيوب كينتقد فيه الملك محمد السادس والمغاربه اللي ساكتين على الاوضاع ديال الحقره والفقر اللي تيعيشوا فيها. إلا أن النيابة العامة قالت أنها تحركات ضد مول الكاسكيطة بناء على شكايات المواطنين ضده، وكل شيء تيعرف أن اللي كانوا داروا الشكايات هما مجموعة من المرتزقة اللي تيخدموا مع السلطة حسب الطلب مقابل بعض الفتات، تيجيبوهم فاش تتكون شي مظاهرات باش يبرزطوا المتظاهرين وتيحركوهم ضد المعارضين وتيوقفوهم على التروطوارات فاش تتكون شي زيارة ملكية. في ديسمبر 2019 تحكم على السكاكي ب4 سنين الحبس النافذ و4000 درهم غرامة بتهم الإساءة للملك والسب العلني للأفراد والإخلال العلني بالحياء بالبداءة في الإشارات والأفعال وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة